السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز الفني خدمة ديزل. الفيديو مهم جدا لكل أصحاب الدبابة. كمل الفيديو عشان تستفاد عشان ما تتضرش. بصوا يا جماعة، النهارده أنا جاي أتكلم في موضوع يهم كل أصحاب الدبابة. طبعا النهارده تلات، ربنا يرزق كل الناس. الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه موضوع مهم جدا بسبب تعديل السحب ده. أنت النهارده لما تروح تعمل تعديل عند ميكانيكي ويلعب بيك ومش فاهم، فانت اللي هتتدرب على 5-6 اشهر. الميكانيكي مش هتضر. ليه بقى؟ تعالى اقول لكم. اي ميكانيكي انتوا بتشوفوه وبيضحك على عقولكم بيعمل ايه. تعالى اما اوريك عشان تستفاد وعشان تخلي بالك. لكل الميكانيكيه اللي بتعمله، اللي يطلع لك بكوليز واللي يقول لك هعمل لك واسوي لك ولا بتاع، مفيش منه الكلام ده. هو هنا مشكش بكوليز، كل شغل اونطه، كل ده شغل اونطه. يعني المجموعه دي ولا ينفع علينا افرد سوسته، ولا ينفع علينا احط ورد، ولا الكلام ده كله. الناس اللي بتطلع تقول لك ايه الورد، لا مش عارف ايه، وهي اصلا بتبوظ المجموعه. يعني الناس اللي بتطلع تقوم ماسكه السوسته دي وفشخاها الفشخه السودا دي، فاهمني؟ فشخاها السوسته دي، فبتبص اللي انت ايه، ويرجع يقول لك مش عارف ايه. انا عاوز بس لما حد يطلع يقدم محتوى، ان حد يطلع يقدم محتوى او يقول للناس انا بعمل ايه، يوري الناس للاخر. ما تجيش النهارده تضحك على عقول الناس وتحل البلف وتدق على البلف. ده كله غلط، ده كله غلط. عليك انت صاحب عربيه مش هتحس بيه غير بعد 5-6 اشهر. تبص تلاقي المكنه سلخت، تبص تلاقي المكنه بدات تجيب بقره من الخرطوم الفايز، تبص تلاقي المكنه بدات تاكل زيت. ليه؟ كل ده من شد السوسته دي. شد السوسته دي كان بيدي دفعه جاز ملهاش حل، ملهاش حل. دي طبعا لما بتشد السوسته كده بتفرح انت عربيه اولاني تاني تالت وتجري، بس بعد 6 اشهر، بعد 5 اشهر، بعد سنه هتبص هتلاقي المكنه مسلخه. تيجي تبص تقول للميكانيكي ده سخونيه، يقول لك ما حدش هيديك المعلومه صح، وانت العيب عندك اصلا فشخه السوسته دي. طبعا يا جدعان الميكانيكيه المحترمين اللي جت من بلدهم للقاهره، المره دي انا مش هقول لك بطل ضحك على الناس. المره الجايه هقول لك، هطلع اوري الناس انت بتعمل ايه، واطلع اوري الناس انت بتضر الناس ازاي. يا جدعان بلاش ضرر عشان الناس مش مستحمله. انت النهارده لما تيجي تفشخ السوسته دي وتطلع تقول هطيرك وهعمل لك وهجريك والكلام ده، لا. تطلع ادي المعلومه للناس مظبوط. ما تطلعش النهارده ان انت تفشخ السوسته وتمسك البوليس والكلام ده، لا. ال 26 اللي جت لنا كانت عندك، وانا برده ما رضيتش اتكلم. يعني ال 26 اللي جت دي كانت عندك، بمعنى ان انا النهارده احل السوسته وافشخ الكلام ده وادي المعلومه للناس غلط، فلا. بلاش ضحك على عقول الناس يا جدعان. مش اي حاجه تصدقوها ومش اي حاجه تجروا منها. تمام؟ انت جاي لي منين يا وحش؟ اسوان احسن ناس. الراجل المحترم ده جاي لي من اسوان. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، الحمد لله كل حاجه على ابوها. خلاص قرب كده تعالى. ولا سوسته اتفردت ولا اي حاجه اهو. كل اللي احنا بنعمله احنا عارفين احنا بنعمل ايه. كل اللي احنا بنعمله احنا عارفين احنا بنعمل ايه. ده شغلنا، ده تخصصنا. انا عمري ما طلعت تكايات، انا عمري طلعت فتيس، انا عمري طلعت 4 عجلات. انا بطلع المحتوى بتاعي بس اللي انا بشرف نفسي فيه. طبعا ده احنا 25 اول مره نحل ايه. تمام؟ لان من اسوان مخصوص عشان عارف اللي هنا مصدر، يعني مصدر ثقه. معانا عربيه جايه من السويس برضه لسه متعمره بره ترومبا، والترومبا متعمره صيني. محاسبهم على اصل، محاسبهم على اصل. الناس اللي شرفوني جايين من هندسه، من الفيوم، بلد العز. طبعا معاهم الفلوس الناحيه الثانيه، جايين هم يعمروا برضه الترومبا. معانا تعالى كده. طبعا الترومبا دي الراجل ده جاي من السويس. المفروض طبعا دي 115 بتاعت الفلوس الناحيه الثانيه. المفروض الراجل ده جاي لي يظبط بس. طب جاي هنا لقينا الترومبا متعمره صيني، لقينا الترومبا متقفله غلط، التقسيمه غلط. صح هندسه؟ طبعا احنا مش هنقول جاي منين وعامله فين، عشان الحمد لله الثقه في اللي نجاح واحنا عارفين شغلنا كويس. المهم يا اخواتي، كل اللي انا قصده من كل اخواتي اللي مش اي حاجه نصدقها ومش اي حاجه نجري عليها. طبعا يا اخواتي زي ما انتم شايفين الحمد لله الثقه في اللي نجاح. احنا بنطلع كل حاجه بمورد الله وبنعمل كل حاجه بمورد الله. طبعا دي جايه برضه تعديل اهي لسه هتحل، ودي برضه نفس الكلام جاي تعديل لسه هتحل. الحمد لله والشكر لله. احنا بنحمد ربنا على اللي احنا فيه.
وبنشكر كل الناس اللي بتتابعنا، واحنا المحتوى اللي احنا بنقدمه لكم عشان تخلي بالكم، عشان ما حدش يضحك عليكم ولا يضحك بعقولكم. فيا جماعه بعد اذنكم مش اي حاجه نصدقها، واي ميكانيكي ولا اي بتاع طرمبات يمسك السوسته يفردها، نصيحه من اخوك قول له اقف شكرا، قفل لي عربيتي على كده. اللي فرد السوسته دي اولا بيدي كميه جاز للبستم اكتر ما هو عاوزها. طبعا يا جدعان ده ميزان بيفتح في المطالع ويفتح في السرعه وفي الصلانسيه كذا حل. ان شاء الله انتظرونا، هعمل لكم فيديو ايه الصح وايه الغلط من المركز الفني لخدمه الديزل.